نازله النهارده ومحتاجه ان انا البس الدريس ده، بس هو بقى ضيق عليا وببقى الشكل حلو فيه. فعشان اخس وابقى شكلي حلو، تفتكروا عملت ايه وانا مستعجله وعايزه اخس النهارده؟ وطبعا كنت بدور على حاجه تبقى سعرها حلو علشان ما كانش معايا فلوس، وصاحبتي اقترحت عليا بيجي كده وقررت ان انا ادخل اشوف الحاجات اللي عندهم. لقيت عندهم كرسي مخصص للبطن وكمان للدراعات وكمان كرسي للجسم كله، فعجبني جدا. عملت اوردر على طول ودي كانت النتيجه. تعالوا اوريكم بقى. مش انا خسيت بجد فرق جدا، فرق جدا بجد. انتوا ممكن ما تحسوش مثلا وانا بتصور كده وبوريكم، بس بجد بجد هتحسي بفرق فظيع وانتي لابسه. انا حاسه ان البنطلون محتاج حزام. يعني انا مثلا بما يعادل مثلا قولوا مثلا كده بعد ما لبست الكرسي خسيت 5 كيلو. وطبعا هتقولوا لي يا دعاء انا ما بحبش الكرسي، اصل هو ما بيكونش مريح، اصل هو بيضايقني في اللبس. اصل انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بحب البس اي كرسي، بس بجد بجد ده عجبني جدا جدا. انا مش حاسه ان انا لابسه حاجه، ودي اكتر حاجه بتفرق معايا. الماتيريال بتاعته مريحه. ده يا جماعه انا بجد ايه ده بجد، يعني ايه ده بجد، ايه فرق المقاس ده يا جماعه؟ ده لا، ده يستاهل فعلا ندفع فيه الفلوس ده. لا، دي بقى الحاجه اللي يتقال عليها المال الحلال. المال الحلال اهو.